راه مسلوكيه عندنا هنايا الحمد لله من المنتوج اللي تمدى هذا الارض هاي. يعني الثروه اللي عندنا حنا ما نلقوهاش سعيه لا مستوليه سعيده، هذه كانت تمول كل الغرب الجزائري من كل الخيرات. اليوم سمعت راه تزيد تنقص الماتريال اللي مولونا به، كاين بوكله. حنا كشباب رانا خدامه هنايا ما عندنا والو، حنايا بطاله ما عندناش، عندنا غير هذا المشروع رانا نخدموا فيه نسترزقوا منه، ما عندنا والو، ما خدامه لا في الدوله لا حيه لا والو، خدامه غير حنا كي راهم يقولوا لنا باللي نقلعوا هذه الخضره وما نديروكمش خضره ودي خدموا غير فلاحه، ما عندناش. حنا الفلاحه هنايا ما تقومناش، حنايا يعطينا بغير 4 هكتارات ما فلاحه ما دير لهم والو. على العقل حنا قالوا دي نسبه المياه راه قليله، انا خلي لنا هكتار خلي لنا زوج باه نخدموا حنايا الشباب هنا ما عندنا والو. الفلاحة هذه الماء راه خاصنا، الماء ماهوش موفر نيشان، الماء في العين وفي الوازمة وفي عندنا الخيرات، بصح بالموصل باه يوصلنا الماء راه عندنا نقايص في الماء، عندنا نقايص الماء ما راش يوصل المشروع كيما ينبغي. الدنيا ما تلحقهاش البريش دول اصحاب الاطراف ما يلحقهمش. نهار يكون الماء مسقد، نهار يكون ناقص، نهار يكون زياده، نهار هنا ما نقاوضين والو. عندنا نتاع الماء راه خطرة في ضغط، هما يسقبوا الناس الماء من اول، ضيعنا ياسر. كانت الناس خضراء ودار كل شيء عندنا، فهمني؟ ما صورنا والو، كاين اللي راه مازال المصروف ما لحقاش، ما لحقناش مصروفنا كاع اللي خدمناه. الماء راه ناقص عندنا، راه سيمانه يجي والسيمانه ما يجيش. معكم السيدة بلحات سعاد رئيس دائرة الاستثناء. من هذا المنبر نطمئن فلاحي المحيط المسقي بضايق زراديق لبلدية عين سخونة أننا سجلنا انشغالهم هذا بخصوص توقيع عملية السقي، وسيتم معالجته بالتنسيق مع جميع المصالح المعنية، لا سيما المصالح الفلاحية ومصالح الموارد المائية والديوان الوطني للسقي وصرف المياه، من أجل إيجاد الحل الوسيط يخدم الفلاح وكذا الديوان الوطني للسقي اللوري.